والنهارده رجعنا لكم فيديو جديد مع الاستاذه نجوى، هتورينا ازاي نفصل جلابيه قطيفه واحنا نبدا مع بعض. اتفضلي يا استاذه، ورينا هنعمل ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا نبدا. دلوقتي احنا عندنا الجلابيه دي تبع المقاس بتاع ايه صاحبه الجلابيه، فدي بناخدها زي باترون. نعمل ايه؟ هنقيس عليها بدل ما نقعد مقاسات والكلام ده، ناخد عليها دي كانها باترون. ماشي؟ هنعملها بسفره. انا مطبقها لكم مجهزها لكم. بناخد الجزء الاولاني الاول علشان فينا كشكشه. ماشي؟ نقوم ايه بادئين من هنا بدري شويه، ناخد بتاع 10 سم كده نسيبه علشان الكشكشه دي لما نحطها على السفره. ماشي اهو. طبعا احنا التانيين القماشه 2 تانيين ده مفرد عين، لا مش 2 مفرد علشان ده السفره لوحدها الكشكشه والورا. تمام. الظهر من غير كشكشه ساده. سليم. ناخد ايه على قد الطول من تحت كده ونطول شويه، نسيب طول كده. تمام. بس احنا ممكن ننزل، اصل هي الحاجه مش هتطول، هي خلاص احنا عرفنا مقاسها ده خلاص. لا ما احنا بنعمل حسابنا في الثانيه هنا اهي. كبيره الثانيه. وفري في القماش يمكن نطلع بنطلون ولا حاجه، وفري انزلي تحت كمان شويه نجوى. لا هو علشان اخر القماشه هنا، القماشه اللي تحت اقصر منها. القماشه دي القماش ده احنا جايبينه بالكيلو من عند ام اسلام اللي موجوده في ارض الجنينه. الكيلو على فكره في القضيفه ب 140 عشان ما حدش يلخبطكم في حاجه تاني. ونبتدي قص بقى. هنعلم الاول يا جماعه. الصابونه فين بتاعتك؟ مش ضروري صابونه. احنا كده اهو. معلش انا بلف. احنا هنا بدأنا زي ما قلنا 10 سم الاول، ونقوم ايه واخدين الكتف من فوق نقص بقى لغايه ما نوصل للزاويه دي. عادي زودنا ماشي مش اشكال، كده كده بيروح في الايه في الكشاكيش. تعالوا كده دي نطبقها عشان كل حاجه تبقى على الترابيزه وقدامكم. ماشي يا جماعه. نقص بقى ندخل على ايه على الكتف من هنا. ماشيين معاكم خطوه خطوه بس عايزين مخ شغال. ماشي اهو كده. نطلع زاويه قايمه برضو من هنا. ماشي. هناخد الكمام، احنا مش عايزين نقدر في القماش، احنا بنوفر على قد ما نقدر. اهو كم حردة الجيرو هنا كده. لا ما تقوليش حد، احنا مش فاهمين حردة الجيرو. انا كده بحرد. انا كده بحرد. هو حردة الكم مش حردة الجيرو. لا هو ده الجير، ده اسمه جيرو. تمام. نعمل حسابنا في الخياطه سنتي يا جماعه. هي كده كده ده قطيفه فبيمط، فمعانا عادي بيبقى ايه مرتاح معانا شويه. كده عادي نجيبها على ايه على الاخر كده. انا عارفه ان اللي فوق قصيره شويه، ما عادي ما هو ده المقاس بتاعي. اسحب ده افردي من عندك كده الدنيا واضح معاكم اهو. ودايما شوفوا المقصه انا ماشيه ازاي، مش ماشيه كده، لا ماشيه كده شويه نازله بوسع، بيميل كده شويه علشان ايه ننزل عند الديل يبقى بوسع. احنا هنا دي القماشه اللي تحت اهي، اخر القماشه اللي تحت عشان القماشه دي مش مظبوطه. سليم. فيها ورده اللي بتبيع القماش قصت غلط. ماشي. انا عادي ده مش او بالكيلو بيبقى مثلا دي لازم ايه، لازم يكون في حاجات كده، لازم الخياطه تبقى عامله حسابها لكل حاجه. تمام. ورجعنا لكم تاني ونجوى كده قصت الوش وركناه على جنب، وكده دلوقتي هتبدا تقص الظهر. بعد ما فردت القماشه هتبدا تقص فيها. نقص ايه بقى؟ نقص هنا ناخد نقيس على قد 3 صوابع علشان نعمل الظهر القفا من ورا. سليم. نعمل كده ومش محتاج فيها ميل كده صغيره كده. سليم. هنقوم ايه عاملين الكتفين، نعمل بقى
حردة الجيرو بتاعتنا اللي هي احنا عملناها في أول مرة. القطعة اللي قدام. اول مره. ماشي اهو كده. بس الظهر نوسع شوية من عند الجيرو. تعالي كده قربي الحتة دي، نسيب بتاع 2 سنتي يعني ما ناخدهاش ونطلع على قد بالظبط، نوسعها نعمل حساب ونطلع الخيار. على مفيش اهو اهي كده. ماشي اهو احنا معانا وسع في القماش، نساوي بس كده ايه عشان نلقم القماش لبعضيه يبقى مساوي ويبقى حلو معانا. الخياطة بتاعتنا متبقاش معوجة بسبب قصتنا الايه اللي رايحة واللي جاية. احنا ايه كده بنتعلم نقص ونعمل الحاجة واحنا نفسيتنا مرتاحة. اهم حاجه النفسيه. طلعي طلعي بيت حبيبي. معلش يا جماعة عشان بس الترابيزة صغيرة واعذروني. ونكمل قص من الناحية دي كده، وزي ما قلنا برضو هنسيب ايه طول هنا كده اهو. بس ما تطوليش قوي اهو على قد التانية بس عشان ما نهدرش بالقماش ونتعود ان احنا ما نهدرش فيه. انت كده هدرت كتير يعني كده. لا ما هو عشان القطيفة اساسا بيبرم. تمام. خلاص خلصنا الوش الظهر. والظهر، بس فاضل السفرة والمراد واللياقة والكمين. ماشي يلا نعملها كده. دي طبعا معانا المقاس اساسيه في طول واحنا بنعمل الجلابيه على طول. ونمشي دايما على مطة القماشة. القماشه ليها مط، نشوف القماشه انهي ناحيه ونشتغل عليها. كده نطبق ورجعنا لكم تاني بعد ما قصينا الظهر وقصينا الوش. هنبدا نقص الكم دلوقتي. نجوى طبقت القماشه وانت طبقتيها 4. طبقناها 4 دلوقتي وتبدا تعلم عشان الكم. عشان نعمل كده كمين مش بس كم. طبعا نجوى مبحبحه قوي. لا مش مبحبحة ولا حاجة، انا ما عشان بقول لك القطيفة بياخد سليم. نعلم بالمارك الاول ونعمل الجيرو اهو اللي هو تحت الباط زي ما بيقول بالبلد. يعني كده نطلع من هنا حاجة بسيطة ونعمل الكتف بتاعنا. ماشي نعين القماش خالص، نعين المقاس خالص، نقص بقى اللي احنا علمناه. ونقص بقى ايدينا ما تمشيش لا كده ولا كده، تبقى على طول بالمقص. نمشي كده نعمل حساب الخياطة هو بتاع سنتي واحد، ما نكترش عن كده علشان ما نحاولش نهدر في القماش. هو كده كده احنا واخدين المقاس بتاعنا اللي هو الباترون بزيادة معانا. كده تمام. كده احنا خلصنا القماش. هنقسمهم. يسموه ازاي ده؟ ولا كل واحد يتلف؟ لا هم مقسومين اهو، هم مفتوحين اهو. تمام. يبقى كده خلصنا الكمام. خلصنا الكلام. كده نعمل ايه بقى؟ اللياقه. فاضل لنا حاجتين، اللياقه والصدر من هنا اللي هي السفره، اللي هي الحته دي كده. هنتكلم دلوقتي عن اللياقه بالسفره اللي هي المربعه بتاعتنا دي. ناخدها من الحتت اللي احنا قصينها من على الجنب علشان ما نهدرش في القماش كتير. ماشي يا جماعه. عادي نطبقها كده. اهي طبقناها على 2 عشان ده قطيفه مش هنعملها 4، انما هنا في القصه دي احنا عندنا معموله على 4 قطعه قدام وقطعه جوه. ماشي اهي كده هنلفها كده علشان ناخد حردة الرقبه وناخد التربعه بتاعتنا. احنا كده هنعلم من هنا وهنعلم من هنا، هي كده ده اخر ايه القصه اولها بتاعتنا. واخرها. اولها واخرها. ماشي اهي بصوا احنا كده نظبطها حلو يا جماعه اهي كده. ماشي عشان الخياطه نطلع شويه حبه صغيرين.
وناخدها كده ماشي. هنا كده نقص كده ونيجي نطلع كده شويه ميل هنا كده، نطلع ميل كده ونقوم فاتحينها من هنا. هنا بقى الرقبة، حرجة الرقبة نجيب دي بميل ماشي، ونقوم قايسين كده بتاع 4 صوابع ماشي كده، ونعمل دايرة كده كويرة الرقبة، وكده يبقى خلصنا السفرة. دي السفرة المربعة اللي موجودة هنا ماشي. اهي عشان تبقى واضحة قدامكم كده يبقى ظبطنا دنيتنا. هنا بقى هنعمل المرد ده ونحط فيه ده المرد فوزلين معانا اهو، اللي هو ده واللياقة برضو بنحط فيها فوزلين، هنقصها برضو معانا دلوقتي. رجعنا لكم تاني بعد ما قصينا الوش والظهر والحته المربعه اللي فوق عند الستر دي. دلوقتي نجوى هتورينا هتقص ازاي المرد واللياقه هي بتقصها بعد كده على طول لوحدها، عشان بعد ما تاخد وتقفل الجلابيه مع نفسها. بقى الخياطة بقى الشاطرة بتجيب من القصاقيس علشان ما تقدرش قلنا لكم من القماش سليم. ادي كده احنا طبقنا قصقصتين اهو علشان نعملها لياقة، وهنا القصاقيس برضه اهي نعملها مرد. المرد 3 سنتي سليم على قد دي كده. نخلي معانا زيادة ماشي مش اشكال، كده كده هتبقى لتحت. والمرد ده نعمل حسابنا هنفرده ونحط عليه مكوى بتاع دي فازلين برضو كذلك اللياقة. تعالوا بقى نعمل ايه المرد اهو، نسويه هو يا مدوبك من القصايص ونساوي يطلع لنا مرد ويبقى تمام كده. يبقى احنا كده بقى لمينا الجلابيه ماشي. هي بس الزحلقات يا جماعه نخليها بزيادتها، وبعد ما نكويها بالفوزلين هي هتبان الزياده وهن ايه يبقى المقاس بتاعنا هيتحدد معانا بسهل، عشان هو ايه رايح جاي كده بالبتاع ده الفوزون بتاعنا ده اهو كده اهي. اللي هي المفترض ان احنا بنقفل الظهر مع الوش علشان احنا هنخلص تصوير، فانا بوريكم ازاي نعمل اللياقه بالقصايص بقى وايه وبالنظريه معانا الصح اهي كده. ونقوم عاملين كده تاخد مقاسها كده. احنا كده عاملين حسابنا برضو في الخياطه يا جماعه، عادي لو صغرت معانا صاحبه الجلابيه ما بتعرضش عادي، بيبقى حباها ايه حته صغيره، حبه لياقه نص مش لياقه نص رياقه عريضه سيكه بس مش قوي، ما تبقاش عريضه قوي. فده مريحنا برضو معانا في القص وفي كل حاجه. ننزل بتدويره القماش 4 طبقات عادي يا جماعه، نساوي من هنا شويه ماشي. عملناها بدوران شويه وكده عملنا اللياقه وعملنا المرد وعملنا البتاع دي السفره وعملنا الوش والظهر. نقفله بقى على المكنه وهي عامه في الاخر هتطلع معانا الشكل ده. نرجع لكم في فيديو تاني هنوريكم الجلابيه القطيفه دي طلعت ازاي. طبعا عمرك ما هتجيبي جلابيه قطيفه ب 140 جنيه، هتجيبيها دلوقتي ب 500 و 450. لكن احنا هنا تفصيل برضه يا جماعه، ده تفصيل انا اللي عاملاه برضه. الجلابيه تطلع معانا بنفس النظام ده، بس الجلابيه دي صيفي. وبرضه من شغل نجوى تونيك زي كده وفستان زي كده، بس عليه بنطلون اسمر بنطلون دي كلها بتبقى قماش. احنا بنبدا نوفر شويه بما ان العيشه غاليه، فاحنا بنوفر من اقل حاجه. ده قماش وبنجيبه منفصل. بصوا جمال اللياقه، بصوا اللياقه يا جماعه
زيه زي الجاهز بالظبط. ادي الكم الكسر بتاعته زي كسر البلوسيه، وهنا استك سليم. طبعا كل دوت القماش اللي هو بالكيلو. وادي بلوزه تانية برضو. البلوزه القماشه دي كانت كبيره، طلعنا منها بلوزتين، بلوزه صغيره وبلوزه كبيره. هنا طويل من ورا وقصير من قدام، اللي هي ايه القصه دي اللي البنات كلها بتحبها. استك من هنا، وشوفوا طريقه التقفيل. طبعا هو انت ده لو هتجيبي البلوزه يدل دي على مش اقل من 300 الخياطة. جنيه. فاحنا بقينا نوفر، بنجيب القماش بالكيلو واحلى ونشتغل. من الجاهز اهو. وما شاء الله شغلها نظيف وتنظيفها حلو. يعني انت هتجيبي البلوزه هتلبسيها على طول. وما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وشير ودعمونا ودعموا القناه. ولو حد عايز نجوى هتبقى مكانها في اول تعليق مثبت. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير، ونشوفكم على خير ان شاء الله.